سائق الحافلة المصري اللي كان راكب معاهم الأتوبيس، وهو رجل محترم ورجل متدين ورجل يعرف ما يقول، الأخ خيري حسن موسى أو مرسي، أنا مش متأكد. مرسي. أستاذ خيري، مساء الأنوار. مساء الخير يا كابتن مدحت. يا رب تكون بخير. الحمد لله يا كابتن مدحت، الحمد لله. احكي لي بقى دلوقتي، أنت كنت النهارده رحت المطار استقبلت؟ انت حضرتك بتذيع كانك كنت حاضر الواقعه يعني. لا، ده انا عايز اسمعك انت، انا عايز اسمعك انت. فعلا ما خدوش فعلا 10 دقائق في المطار وخرجنا في امان وفي سلام ومفيش اي مشكله. وانت سواق الاتوبيس؟ وانا سواق الاتوبيس. كويس. طبعا على ما وصلنا عند الفندق كان في يعني ناس في السكه عادي بمصر مصر مصر، ناس بتشجع مصر، الاعلام على العربيات كلها وعلى الناس كلها مش شايله اعلام وتقول مصر. نعم. بداوا هم من جوه الباص، واخد بالك حضرتك، يكسروا في الازاز ويشتموا فيهم من جوه الباص؟ من جوه الباص. طب كسروه ازاي؟ كسروا الباص حضرتك، في الباص كله ازازه كله ما فيهوش شبابيك. ففي شواكيش اللي هي بتاعت الطوارئ. شواكيش الايه؟ الطوارئ. الطوارئ. بتبقى جنب كل قايم في الازاز كده. كويس. شالوا الشواكيش دي وبداوا يكسروا في الازاز من جوه. من جوه. بداوا يشتموا في الجمهور وبتاع، وحتى حضرتك كان بتقول وزير الشباب والرياضه. وزير الشباب والرياضه الجزائري ضربني، خلاص بقى حضرتك هو قتل العميد. وزير الشباب ضربك؟ ايوه ضربني. طب ليه؟ ايه اللي حصل؟ قول لي ايه اللي حصل. عشان وانا داخل الفندق. يعني انت دلوقتي لما وصلتوا الاوتيل، عشان الناس، انا عايز الناس تفهم قوي يا اخ خير يعني. ماشي. انت دلوقتي كنت راكب الاتوبيس ورايح بيهم خلاص. ايوه. وصلت الاوتيل، كان في مجموعه شباب بتشجع بتقول يا مصر. بتشجع بتقول مصر. هم عملوا ايه بقى من جوه في اللحظه دي؟ انا داخل باب، هم شالوا الشواكيش. الشواكيش دي حديد؟ يدها بلاستيك والبوس بتاع حديد. والبوس حديد. كويس. شالوها وكسروا الازاز وقعدوا يضربوا وقعدوا يشتموا في الجمهور وحدفوه بالطفايات بتاعت العربيه بتاعت الاتجاهيه. انت كان موقفك ايه في اللحظه دي بقى؟ انا ولا اي حاجه، انا بجري بالعربيه. انا كل اللي هو كان عايزه مني ان انا اعمل بالباص حادثه. ليه؟ لاني يعني الكلام ده تم وانت ماشي بالعربيه؟ وانا ماشي بالعربيه. وانت داخل قبل الاوتيل؟ وانا داخل الاوتيل. طيب وضربك ليه بقى اللي انت بتقول عليه ده؟ ضربني، ده حضرتك ضربني عشان وانا داخل الاوتيل في عربيه ليموزين قدام مني داخله الاوتيل. حضرتك السواق بتاعه موجود معانا وشاهد معانا في القصه. نعم. واقف قدام مني، فالسواق يمشي وانا امشي، يقول لي امشي انت مع الناس دي. قلت له انا مش مع الناس دي، انا معاكم انتوا. مش مع الناس دي، انا معاكم انتوا. فشدني من القميص وقعدت جوه من الدركسيون، ما لحقتش افرمل العربيه. بطل العربيه بعد ما دخلنا قدام الفندق، وراحوا واخد المفتاح ونازل من العربيه. وبعدين جابوا طوبه وكسروا الازاز قدامي من جوه مش من بره. من جوه؟ من جوه حضرتك، المعمل الجنائي. وانا وريتها للاستاذ طارق بتاع النيل الرياضه، وريته الكسر من جوه مش من بره. الازاز اللي قدامي عشان فميه. يعني الازاز القداماني من بره ما فيهوش خدوش؟ ما فيهوش خدوش حضرتك، موجود العربيه واي وقت موجود العربيه. والمعمل الجنائي القطع بتاع الشرطه اكيد شاف الكلام ده. يا باشا حدد الكلام ده، حدد الكلام ده فعلا. حدد الكلام ده فعلا. وقال هذا الكلام. وبعدين قالوا ان في واحد من اللعيبه او اتنين او حاجه زي كده اصيب. حضرتك ده بعد ما جينا الفندق بساعه او بساعه الا ربع. واحد نزل من الفندق راح المستشفى من فوق. وانت كنت متواجد جوه الفندق في الوقت ده؟ متواجد على الامن في الوقت. وشفته وهو نازل؟ وشفته وهو نازل. الله اعلم فوق هو عمل ايه، ما هم اساتذه في الحاجات دي. بس هم من ساعه ما طلعنا من قدام صاله المطار وهم عاملين ثوره جوه العربيه. ثوره جوه العربيه؟ بيهيصوا ويزعقوا بتاع الكلام ده. بيزعقوا واتخانقوا، وكانوا في معانا واحد موظف من المطار تبع السفاره مصري. ايوه. ضربوه في الباص. ليه؟ عشان بيقول لهم معلش يا جماعه دي مصر وانتوا الجزائر. وانا رحبت بيهم وقلت لهم مصر والجزائر واحد. دوله واحده، احنا دوله واحده عرب. الجزائر توصل، مصر توصل، احنا سيان، احنا نشجع بعض، واحنا ناس كويسين وانتوا في بلدكم الثانيه. يعني قابلينه احسن المقابله. طب والشباب المصري اللي كان موجود ده كان موجود قبل ما توصلوا الاوتيل؟ لا، دي الناس اللي واقف في المنطقه يعني ناس عاديه، مش الجمهور اللي هو جمهور. ناس عاديين واقفين في الطريق. ناس مش جمهور اللي هو جمهور، يعني مثلا يتعدى مثلا 500 600 بتاع 30 40 50 واحد. ناس عاديين يعني. وهم مسكوا العصيان اللي فيها جزء حديد. بدأوا يخبطوا في اللي ما لقاش جنب منه حاجه جاب الشنطه وكسر بالشنطه، واللي برجله. وفي ناس حضرتك، في 2 مصورين بالكاميرا، لما لقوهم بيصوروهم هم بيكسروا الازاز راحوا نازلين عليهم كسرين لهم الكاميرا، وحضرتك هم خدوهم دلوقتي بيصلحوا لهم الكاميرا. هم الجماعه الجزائريين؟
لا المصريين. المصريين بيصلحوا لهم الكاميرا. لان اللي كسرت دي مصريين، كسروا الكاميرا دول كانوا مصريين، فبيكلموا بعض مصري عرفوهم ان هم مصريين، راحوا نازلين ضاربينهم ومكسرين الكاميرا. خيري عشان انت اكيد مصري والناس ممكن تقول لك ده بيقول اي حاجه، تقسم بالله على ان ده اللي حصل يا خيري؟ اقسم بالله العظيم ده اللي حصل. ده اللي حصل. اقسم بالله ده اللي حصل، واللي حصل الكسرين من جوه ده.